في مدرسة احترافية لفنون قتال النينجا بنلاقي كيسي وناميكو، وهم اتنين من أحرف مقاتلي النينجا، ومعاهم المعلم تاكيدا أبو ناميكو اللي بيعلم ازاي يصفوا ذهنهم ويركزوا في القتال. بيجي الليل وبنلاقي المعلم تاكيدا بيفتح الصندوق المقدس الموجود فيه أسلحة محاربي النينجا اللي اتجمعت من عصور مختلفة وكان بيستخدمها أبطال النينجا من سنين طويلة، وموجود فيه قوة أسطورية كبيرة بتساعد أي حد بيتدرب بيها وبتدي المقاتل قوة كبيرة في القتال. ومش بس كانوا بيستخدموا الأسلحة، لكنهم اخترعوا السموم اللي كانت بتستخدم في القتال، وما كانش للسموم دي أي مصل غير مصل واحد بس. وكان محاربين النينجا عبر العصور المختلفة بيحاربوا بمنتهى العنف ومش بيعرفوا أي حاجة اسمها رحمة، واللي كان بيتجرح منهم في المعركة كان بيحتاج المصل الوحيد اللي بيبطل سم النينجا، واللي كان موجود مع المعلم تاكيدا في الصندوق المقدس. وفي الصندوق بنلاقي سيف خارق كان لواحد من عظماء النينجا اسمه شينوبي كاتانا، والسيف ده يقدر يقتل الناس ويقدر يعيد الحياة للناس لو استخدموا مقاتل نينجا حقيقي. وبيعرفهم المعلم تاكيدا ان واحد منهم هيكون هو زعيم مدرسة النينجا قريب، وبيقول لهم ان تلميذه ماسازوكا عنده اساليب قتال احترافية وانهم لازم يتعلموا منه. اما كيسي فدخل المدرسة دي وهو يتيم، لكنه قدر بمجهوده وتدريبه يكون من اقوى مقاتلين النينجا وبرضه لازم يتعلموا منه. وواضح ان الكلام ده ما كانش عاجب ماسازوكا. ناميكو وكيسي بينهم قصة حب كبيرة في مدرسة النينجا، لكن ماسازوكا ما كانش سايبهم في حالهم. بيفتح كيسي صورة قديمة لمامته وبيدخل عليه ماسازوكا وبيقول له ان مقاتل النينجا لازم يكون ليه اصل وتاريخ في القتال، لكن انت مالكش اي تاريخ غير صورة لمامتك. وبيستفز ماسازوكا كيسي وبيفكره بابوه اللي قتل نفسه وانتحر. وهنا كيسي بيغضب من كلامه، لكن بيوصل للمعلم تاكيدا في الوقت المناسب. المعلم تاكيدا بيحذر ماسازوكا وبيعرفه انه لازم يتعاون مع كيسي عشان ما يخسروش مدرسة النينجا. وبيواجه كيسي ماسازوكا في تدريب النينجا، وبيظهر ماسازوكا كرهه الشديد لكيسي وبيتعدى عليه وبيحاول يقتله وبيهجم على كيسي، لكن كيسي بيستعيد تركيزه وبيجرح ماسازوكا في وشه. وهنا بيتدخل المعلم تاكيدا وبيغضب جدا على ماسازوكا وبيقول له انك خرجت عن قانون المدرسة واستخدمت سيف حقيقي عشان تقتل بيه كيسي، وطرده من المدرسة. وبيحاول ماسازوكا انه يترجى المعلم عشان يسامحه وبيقول له انه ما يعرفش اي مكان تاني غير المدرسة ديت، لكن المعلم تاكيدا بيصر على كلمته وبيطرده وبيقول له ما ترجعش تاني ابدا. وفي مدينة نيويورك بنلاقي مجموعة من المقاتلين الاشرار موجودين في شركة صناعية اسمها تمبل، وبيكونوا رابطة قتال وبيجتمع فيها اقوى مقاتلين العالم. وبتتنقل بينا قصة الفيلم لروسيا اللي بنلاقي فيها شركتين للبترول بيعملوا اتفاقية جديدة لانشاء خطوط لانابيب البترول بقيادة واحد من اكبر تجار البترول اسمه كليميتوف. وبيظهر مقاتل نينجا غامض وبيقتل الحراس بتوع كليميتوف وبيوصل له في الاخر وبيخلص عليه، وبنعرف ان المقاتل ده هو ماسازوكا نفسه. وبيهرب ماسازوكا وبيتصل برئيس شركة تمبل في نيويورك ويبلغه انه قتل كليميتوف عشان يوقع سوق النفط الروسي وعشان تزيد مبيعات شركة تمبل اللي بيملكها في الاسواق. وفي اليابان بنلاقي مجموعة من الزوار بيزوروا المعلم تاكيدا في مدرسة النينجا وبيفرجهم على الصندوق المقدس، وبيعلن ليهم ان ده الوقت المناسب اللي هيختار فيه واحد يكون خليفة ليه لقيادة مدرسة النينجا. وهنا بيظهر ماسازوكا وبيقول له انك لازم تختارني انا للمنصب ده، وبيتفاجئ كل الموجودين بظهوره. وبيقول له المعلم تاكيدا انك اصبحت قاتل مأجور ومش من حقك تكون هنا، وبيطرده. لكن ماسازوكا بيطالب بالصندوق بقيادة المدرسة وبيتحداهم وبيقول لهم انكم هتندموا كلكم على كده، وبيسيبهم ويمشي. وبيطلب المعلم تاكيدا من كيسي انه يحافظ على الصندوق وينقله لمكان بعيد عشان ما يقدرش ماسازوكا يوصل له. وكيسي بيقول له انه هيحمي الصندوق بحياته. وبتسافر ناميكو مع كيسي لنيويورك وبياخدوا معاهم الصندوق المقدس وبيسلموه للبروفيسور جاريسون، وهو من اعز اصدقاء تاكيدا. وبنرجع تاني لليابان وبنلاقي ماسازوكا بيقتحم مدرسة المعلم تاكيدا وبيهجم على واحد من تلاميذ المدرسة وبيخلص عليه، وبيوصل للمعلم تاكيدا وبيقوم بينهم قتال شرس جدا، وبينجح انه يصيب المعلم تاكيدا بسم النينجا وبيطلب منه انه يعرف مكان الصندوق، لكن المعلم تاكيدا بيقول له انه ندم انه علمه القتال. وهنا بيخلص ماسازوكا على المعلم تاكيدا. وبتحاول ناميكو تتصل بابوها تاكيدا، وبيقدر ماسازوكا يعرف من خلال الاسم اللي ظهر على التليفون انهم عند
البروفيسور جاريسون في نيويورك. وهنا بيتصل ماسازوكا بتمبل وبيطلب منه انه يساعده في الوصول لكيسي وناميكو. وفي الوقت ده بيوصل رجال التمبل وبيخلصوا على البروفيسور جاريسون، وواحد منهم بيمسك ناميكو وبيسألها على مكان الصندوق، لكن صديقها بيساعدها ويقتله، وكيسي بيخلص على بقيتهم وبياخد ناميكو ويهربوا. بيوصل كيسي ومعاه ناميكو الفندق عشان يستخبوا فيه. بتوصل الشرطة لبيت البروفيسور جاريسون وبيبدأوا يحققوا في قتله، وبيبدأوا يتهموا كيسي وناميكو في قتل جاريسون. كيسي بيسمع الكلام ده في الأخبار وبيتفق مع ناميكو إنهم لازم ينقلوا الصندوق المقدس من بيت البروفيسور جاريسون. تاني يوم ناميكو بتروح تشتري فطار ليها والكيسي، لكن صاحب المطعم بيشوف صورتهم في الجرايد وبيتعرف عليهم وبيبلغ عنهم رجال التمبل وبيجوا يهجموا عليهم، لكن كيسي بيضربهم وبيهرب منهم مع ناميكو وبتوصل الشرطة وتعتقلهم. في الوقت ده بيوصل ماسازوكا التمبل وبيسألوا عن كيسي وناميكو، لكن واحد من رجالته قال له إنهم قدروا يوصلوا ليهم لكن الصندوق ما كانش معاهم، وبيعرف ان الشرطة قبضت عليهم. وهنا بيوصل ماسازوكا اسم الشرطة وبيعمل نفسه انه محامي ناميكو وعايز يقابلها. الشرطة بتكمل التحقيق مع كيسي، وكيسي بيقول لهم ان ماسازوكا هو المسؤول عن كل ده وانه بيطاردهم عشان ياخد منهم الصندوق، لكنهم بيقولوا ليه ان مفيش حد بالاسم ده كان موجود وقت الحادث. وبينجح ماسازوكا في قطع النور عن الاسم، وكيسي بيعرف ان هو وبيبلغ المحقق بكده، وبيقتل ماسازوكا واحد من المحققين وبيعرف مكان ناميكو وبيطاردهم ويخلص على الشرطة اللي معاهم، وناميكو بتجري منه وبتهرب. في الوقت ده بيحاول كيسي يفك قيوده وبينجح انه يهرب من الحبس، وبيوصل ماسازوكا ويمسك ناميكو وبيحاول كيسي يبحث عنها، لكن المحقق بيوصل ليه وبيمنعه من الحركة. وهنا بيوصل ماسازوكا وبيحاول يقتل المحقق، لكن كيسي بينقذه. وبيطلع ماسازوكا فوق سطح القسم وبياخد معاه ناميكو وبيحصلهم كيسي، وبيهجموا على بعض باسلوب النينجا، وبيتفوق ماسازوكا على كيسي في القتال وبيرميها على الارض، وبيربط ناميكو وبيقفز بيها من سطح القسم ببدلة النينجا بتاعته. وبيبدأ كيسي ينط وراهم عشان يحصلهم، لكن ماسازوكا بيهرب منهم وبياخد معاه ناميكو وبيربطها في مخزن قديم قرب النهر. وماسازوكا بيقول لها انه قتل ابوها عشان خانه وطرده من مدرسة النينجا، وبيسألها على مكان الصندوق المقدس لكنها بترفض تقوله، وبيديها مهلة تفكر وبيسيبها ويمشي. كيسي بيقدر يوصل لصاحب المطعم اللي بلغ عنه رجال التمبل وبيقول له انه ما يعرفش مكانها، لكن يعرف مكان رجال التمبل اللي يقدر يوصل ليها من خلالهم. وبيوصل كيسي التمبل ورجالته وبيخلص على الحراس وبيهاجم رجال التمبل اللي بيحاصروه من كل الجهات، لكنه بيتفوق عليهم باسلوب النينجا وبمهاراته في القتال. وبيحاول الرئيس بتاعهم انه يقتل كيسي ويهرب، لكن كيسي بينجح انه يوقعه على الارض ويمسكه. وبيوصل ماسازوكا لناميكو مرة تاني وبيسألها عن الصندوق وبيهددها بالقتل، وهنا بيتصل بيه كيسي وبيسأله عن مكان ناميكو، وبيقول له ماسازوكا انها معاه وانه عايز الصندوق، وكيسي بيقول له انه هيديه الصندوق مقابل ناميكو، وبيحدد مكان عشان يتقابلوا فيه. بيوصل كيسي للمخزن وبيحاول ياخد الصندوق، لكن المحقق بيوصل ليه وبيتفق معاه كيسي انه يسيبه ياخد الصندوق عشان يقابل ماسازوكا وتقدر الشرطة تقبض عليه. وبيفتح كيس الصندوق ويبدأ يجهز نفسه عشان يستخدم الأسلحة الموجودة جوه الصندوق، وبيفتكر المعلم تاكيدا. وبالليل بيوصل ماسازوكا ومعاه ناميكو، وكيسي بيقدم له الصندوق وبيسيب ناميكو تمشي، لكن بيفتح الصندوق وبيلاقيه فاضي وبيغضب. وهنا بيظهر كيسي بلبس النينجا وهو معاه كل الأسلحة اللي كانت موجودة في الصندوق، وبيبدأ كيسي يجهز نفسه لقتال ماسازوكا، لكن رجال التمبل بتوصل وبيبدأ ماسازوكا يقتل فيهم واحد ورا التاني، ومجموعة منهم بتطارد كيسي وناميكو وبيهاجموهم، لكن كيسي بيتغلب عليهم بأسلحة النينجا اللي معاه وبتساعده ناميكو في قتلهم. وبيبدأ كيسي وناميكو يهاجموا ماسازوكا، لكنه بينجح انه يصيب ناميكو بسم النينجا، وبيتدخل كيسي ويحارب ماسازوكا عشان يجيب منه الترياق اللي هيعالج بيه ناميكو، لكنه بيكسر ازازة الترياق. وهنا كيسي بيغضب جدا وبيضرب ماسازوكا ويوقعه على الارض، وبيقدر كيسي انه يقتل ماسازوكا ويخلص عليه. وبيرجع لناميكو اللي بينتشر السم في جسمها وبيقول لها انه مش قادر يعمل ليها حاجة، لكنه بيفتكر الاسطورة اللي بتقول ان سيف النينجا اللي اسمه شينوبي عنده قدرة على قتل الناس وكمان عنده قدرة على الشفاء. وبيفتح كيس السيف وبيلاقي فيه ازازة من الترياق اللي بيعالج سم النينجا، وبيديه لناميكو وبينجح انه ينقذها من الموت. وبيقوم ماسازوكا تاني وبيحاول يقتل كيسي، لكن كيسي بيقرر انه يخلص العالم من شره وينتقم للمعلم تاكيدا. وبيقابل كيسي المحقق اللي بيشكره عشان قدر يوقع عصابة تمبل، وبيديهم الباسبور بتاعهم وبيقول لهم انه حجز لهم طيارة على اليابان عشان يسافروا. وبيرجع كيسي وناميكو اليابان وبيبقوا مسؤولين عن مدرسة النينجا اللي أسسها المعلم تاكيدا.
ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك كل الأفلام الجديدة. أبطال الفيلم هم سكوت أتكنز اللي بيقوم بدور كيسي، وتسويوشي إيهارا اللي بيقوم بدور ماسازوكا، وتوجو إيجاوا اللي بيقوم بدور المعلم تاكيدا، وميكا هيجي اللي بتقوم بدور ناميكو. الفيلم من إنتاج 2009 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.